السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد العجين ديال ليكيش بواحد الكميه وفيره اللي تقدروا تخرجوا منهم ليكيش صغار بكميه كثيره. انا غندير لي كيش كبير. المهم نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الفرص الرطب نوعيه جيده. عندي هنا ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال كاس ديال العنبه. كذلك عندي 60 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار. عندي هنايا معلقه ديال المطارد، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، نص كاس ديال زيت نباتيه والماء باش غادي نجمع العجين. صافي دابا غناخذ الدقيق غنضيف عليه الملحه معلقه صغيره، غنضيف كذلك هاد المطارد هذه فقط للتنسيم، الا ما كانش عندكم ما ديروهاش ماشي ضروريه. غندير كذلك الزبده 2 معالق كبار، هي 60 غرام. اللي ما عندهاش الميزان دير 2 معالق كبار. غنضيف دابا نص كاس ديال الزيت. هاد العجينه اقتصاديه وكتجي زوينه. صافي دابا غنحاول بحال اللي غنبسبس، ماشي غنبسبس، نحاول بحال اللي غنرملها واحد شويه على هاد الطريقه. نبقى نبركي على ديك الزبده تقسم ليا وتلبس لي بالطحين. ماشي تعجنوها حتى ترجع ديك الزبده تذوب، لا، نبقى بحال اللي غنتكي عليها وصافي. الا بغيتو تخرجوا مع منهم دوك لي طارطوليط حلوين ما ديروش المطارد، ديروا بلاصتها معلقه ديال سكر سنيده وتقدروا تستعملوهم المالح والحلو. انا غنصايب معكم واحد الحشوه زوينه غادي تعجبكم. صافي كما كتلاحظوا صافي غنخليها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبقى نضيف الماء حتى غتجمع لي هاد العجينه، ما غادي غير بالاطراف ديال الاصابع ماشي غنبقى ندلكها. صافي دابا غنديرو غير في بلاستيكه، ديك بلاستيكانيت اللي كان فيها الدقيق، وغادي ندخلها مباشره للثلاجه تقريبا نص ساعه على الاقل. انا تقريبا نخليها ساعه، ما باغاهاش دابا على ما نصايب الحشوه ونصاوب شحال من حاجه ونرجعوا نطلقوها ان شاء الله باش نوريكم الطريقه. بالنسبه باش غنعمر الكيش من الداخل غادي نحتاج واحد الحبه ديال البصله كبيره اولا 2 بصلات متوسطين. انا عندي حبه البصله كبيره قطعتها على هذا الشكل هذا. وعندي هنايا لي زيبينار حتى هما قطعتهم، غسلتهم وقطعتهم. الكميه راه غير 5 دراهم هذه. وغنحتاج معاهم 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث والملحه والبزاره. ندوزو على بركه الله نشحروهم هنا مع زويته في المقله. اول حاجه درت النار متوسطه وضعت المقيله وغندير فيها شويه زيت الزيتون وغندير كذلك البصله. غنخلي تطيح لي هاد البصله، عاد غنضيف لها لي زيبينار والسبانخ. هما راه ما كيطيبوش بزاف راه طغيا. صافي غنخليها طيب ونكمل معكم باقي المراحل. صافي دابا راه طاحت لي البصله، شفتوا اللون ديالها كيتغير. غنضيف لها شويه د الملحه، ما تكثروش الملحه حيت لي زيبينا غاد السبانخ كيشربوا طغيا الملحه غير شويه. وغادي نضيف شويه ديال البزار، ربع معلقه د البزار. صافي وغادي نشحر باش تخلي ديك الملحه تشربها ليا البصله. وغنضيف في هذه الاثناء لي زيبينا السبانخ كنبغي نقولهم بالعربيه وتنبقى لي زيبينار السبانخ. صافي غادي نضيفهم. هما واخا كتشوفوا هكا كميه كثيره ولكن راه طغيه كطيح طغيه دايره بحال البقوله. واخا كتقطعي بزاف وديريها هكا في الكسكاس تبخر
مجرد انها كتطلع كتسخني كترجع واحد الكميه اللي قليله صافي. غنشحرها غير واحد شويه حتى هي راه دغيا كتشحر، هي ما خاصكمش تشحروها بزاف تيتحيدوا منها دوك الفوائد ديالها. واحد 3 دقائق كما لاحظتوا دازت واحد 3 دقائق صافي. الحليب حتى هما طاحوا شي شويه. غنضيف لهم دابا 3 ديال القطع ديال جبن مثلث، اولا اللي عنده كريمه ديال الطبخ يقدر يدير كريمه الطبخ، المهم اللي متوفر عندك، سواء هذا جبن مثلث ولا مربع او كريمه ديال الطبخ. ونحاول ندوب هاد الفرماج تيتجانس ليا مع لي زيبينار والبصله. دابا غنطفي عليها البوطه ونخليها حتى تبرد وندوزو نطلقوا العجينه ديالنا اللي غتكون دابا بردات وتماسكات. صافي نطفي عليها النار دابا. انا غنستعمل هذا المول هذا الطويل وانتم تقدروا ديروا الداير. المهم هنا جبت هذا العجين من الثلاجه، دازت تقريبا ساعه. غادي نقسمها في النص، نص الكميه غنخدم بها ونص نحتفظ بها على من يخوالي المول باش ندير وحده اخرى ونحتفظ فيها في المجمد شي نهار نعمرها عاوتاني بشي حشوه اخرى. ونستعمل بشويه ديال الدقيق. غنحاول نطلقها على شكل طولي حيت انا غنستعمل هذا المول الطويل. الا كنتو غتستعملوا الداير طبعا طلقوه على شكل دائري. صافي طلقتها هكا واحد الحجم اللي رقيق شيئا ما، وغادي نلبس لها لداك المول وغادي نحاول هكا ندخل ديك العجين حتى لتحت ديال داك المول ونبقى نقدب بصبعاني هكا نتكي عليها باش تاخذ لي داك الشكل ديال دوك السنينات ديال المول، ونبقى نقدب صبيعاتي كما كتلاحظوا معايا كنقاد هكا ونتكي عليها صافي. وهنا غنحيد لها دوك البقايا ديال العجينه اللي خارجين لي مع الجناب، غنحتفظ بهم كذلك مع العجينه اللي تبقات ليا. وغادي نحاول نقاد هكا مزيان شكيل، وغادي في هذا الاثناء غادي نتقبها بالفرشيط، غنتقبلها الوسط والجناب كذلك، وغندخلها المجمد 30 دقيقه. مور ما دوز 30 دقيقه غادي ندخلها للفران طيب لي واحد نص طيبه، عاد غادي ندوز نعمرها بالعماره. انا ندوز نصايب معكم لاباراي. بالنسبه للاباراي غادي نحتاج ليها دانون طبيعي، شويه ديال الفرماج، انا غنستعمل ايدام، تقدروا تستعملوا فرماج مثلث. نحتاج 2 بيضات، الملحه، البزار، واحد حكيكه ديال الكوزه تقدروا تستغناو عليها. نضيف هاد الياغورت الطبيعي. الا عندكم كريمه ديال الطبخ تقدروا تستبدلوه بكريمه ديال الطبخ، ديروا اللي متوفر. نضيف عليه دابا 2 بيضات، طبعا الملحه كميه قليله، شويه ديال البزار وحكيكه ديال الكوزه. كما قلت لكم تقدروا تستغناو عليها اللي ما كيبغيهاش.
غنضيف دابا هاد الكميه ديال الفرماج احمر، وغنضيف دابا ديك الحشوه اللي بردات. مور ما طيبت الكيش نص طيبه كما كتلاحظوا راه بدا تيتحمر. دابا غنوضع فيه هاد الخليط وغندخلو يكمل الطياب ديالو في الفران على عافيه مهيله من الفوق حتى كيطيب، عاد كنهبطوه يتحمر من الوجه ديالو. غير جربوها صدقوني غتحماقوا عليها، غترجع معتمده عندكم ان شاء الله. كتجي زوينه وكتجي مختلفه على هذوك اللي كنديروا بالدجاج والطون، كتجي واحد المذاق ديالها مختلف. عشاق السبانخ غادي تعجبهم. غندخلها مباشره للفران على عافيه مهيله، طيب تكون العافيه من تحت منها وهي الفوق على عافيه كما قلت لكم مهيله. خدات معايا نص ساعه تقريبا وتحمرات لي على هذا الشكل. ها نتوما تشوفوا الشكل النهائي. قدمتها في هذا الطبيصيل اللي زوقته شويه بالخس وطوماط سوريز، وهذا هو الشكل ديالها. مور ما طابت درت لها شويه ديال الفرماج من الفوق وخليته حتى هو يتحمر، وغادي نقطع معكم طبعا واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كي كتكون عاقده. انا كنحاول نحيد شي طوماط سوريز كانوا هكا جاوني من تحتها، من الافضل تحطوها عاد هكا الا بغيتو تزوقوها. وهذا هو الشكل ديالها. انا غنقطع معكم غنوريها لكم بعدا عن قرب وعاد نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها. شوفوا كي كتجي محمره، الحشوه محمره والعجين كذلك جا محمر، وخداو لي داك العجين خدالي داك الشكل ديال السنينات ديال المول. صافي انا غنحاول نقطعها باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. غير نقصوا النار في الفران باش طيب لكم من الداخل، حيت اصلا هي راه طيبه من برا راها محمره، خاص غير طيب لنا هذا البيض وداك الخليط اللي درنا من الداخل. انا نقطع معكم كذلك طريف اخر باش تشوفوه. وهنا الا كان عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من اللايكات وما تنسونيش كذلك من لي كومونتير. يلا نخليكم في رعاية الله وحفظه حتى الفيديو جديد ان شاء الله، وصفات جديدة الا جربتوها تاكلوها ان شاء الله بالصحة والهنا. يلا بسلامة عليكم.